من التحضيرات استعدادا للقاء الحاسم الذي سيجمعه بالمنتخب الأنغولي، وذلك عبر حصة تدريبية انطلقت على الساعة 5 بتوقيت المقابلة بملعب كوكيروس بلواندا. وبلوندا نبقى، حيث تسلم اليوم اللاعب الدولي الجزائري عنتر يحيى جائزة أحسن لاعب عربي بعد عملية سبر الآراء التي قامت بها الفضائية العربية MBC. الجائزة قدمت لعنتر يحيى من قبل ممثلي القناة وبحضور اللاعبين والطاقم الفني. محمد جمال. بخطوات ثابتة تخطى عنتر يحيى الحواجز والمراحل فصعد نحو الأعلى وإلى الهجوم فأبدع وسجل ودخل التاريخ مع المنتخب الجزائري واستحق جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2009. هذا شرف كبير لي أنا والعائلة تاعي، ونشكر الناس كل اللي كانوا ورايا والفريق تاعنا، الفريق الوطني، والناس كل اللي يحبوني. المدافع عنتر والمهاجم يحيى صار محبوبا بأدائه الرجولي وشجاعته ولطفه، انتزع الاعتراف والثناء حتى من مدربه رابح سعدان. اتطور كثير وكبر كثير في الأداء، في الأخلاق، وأكيد عنصر أساسي للمنتخب الجزائر، وأنا فرحان كثير هو يمثل أصدقائه. المدافع الجزائري الذي من كأس الوطنية شرب تسلم الجائزة في أجواء احتفالية رائعة بحضور العناصر الوطنية وكل أعضاء البعثة الجزائرية. الحمد لله، نستحمد ربي ونشكر كل الناس اللي كانوا ورايا، نشكر MBC اللي كرموني اليوم، والجماعة الجزائرية وكل الجزائريين، كل الشعب العربي اللي كانوا ورايا، اللي خيرني، والشعب كامل اللي خيرني، كثر خيرهم. هنيئا لعنتر يحيى هذا التتويج العربي الجميل. هذا وسيغيب عن اللقاء الذي سيجمع الجزائر بأنغولا اللاعب الدولي ياسين بزاز بعد الإصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي. عندي تقطع في العضلات، ان شاء الله كما يقولوا مكاتب الله، كما يقولوا هكذا ولا اكثر. مي الحمد لله تصون ليسونسيال سي الجروب، ماشي بزاز، ليسونسيال سي الجروب. معنى هذا انه بزاز راح يكون غايب في مباراه امام انغولا؟ لا، راح نكون غايب مع انغولا، راح نكون غايب في في الدوره كامل. على كل حال انا متاسف على الاسلام، هذو الاصابات مكتب الله. الحمد لله الانسان يكون يشجع الزملاء تاعو على بقيه المشوار ان شاء الله. ولتقصي المزيد من أخبار الخضر معنا على المباشر وعبر الساتل من لوندا زميل كريم أيت عثمان. كريم، مساء الخير. مساء الخير فريدة. كريم، بعد إذن عدم أو تأكد عدم مشاركة ياسين بزاز وربما اندماج كل من عنتر يحيى ومجني، النخبة الوطنية تدخل مرحلة التحضير الأخير للقاء الحاسم أمام البلد المنظم أنغولا. كيف هي أجواء التحضيرات؟ كيف يعيش الخضر هذه الساعات التي تفصلهم عن هذه المقابلة المصيرية؟ هي لحظات تركيز من دون شك نظرا لأهمية هذه المباراة المصيرية بالنسبة للمنتخب الجزائري. غياب ياسين بزاز لن يؤثر، لأن المدرب الوطني يتحدث عن وجود البدائل اللازمة على مستوى خط الهجوم. بالنسبة لمغني وكذلك الذي يعاني من إصابة وعنتر يحيى، هناك اجتماع سيعقد بعد حوالي نصف ساعة من الآن بين المدرب الوطني والطاقم الطبي، وبعدها سيتخذ القرار النهائي الخاص بإمكانية مشاركة اللاعبين. بنسبة 50% من الممكن أن نسترجع على الأقل لاعب من هذين اللاعبين، والمعنويات جد مرتفعة.
كريم، المنتخب الأنغولي دون شك يحضر هو الآخر بجدية لمواجهة الخضر. كيف يعيش الشارع الأنغولي الأجواء التي تسبق هذه المباراة، خاصة وأن تشكيلة جوزي مانويل سيغيب عنها فلافيو وأكثر من لاعبين آخرين أساسيين في الفريق؟ فعلا ضغط رهيب جدا يعيشه الشارع الأنغولي، ومتخوف كثيرا من المنتخب الجزائري. جيلبرتو وفلافيو لن يشارك بنسبة كبيرة، وهو ما دفع المدرب جوزي مانويل إلى عدم الإدلاء بأي تصريح، وقال للفرقة التلفزيونية الجزائر التي تنقلت منذ لحظات إلى الحصة التدريبية بأنه لن يتكلم وسيكتفي بمؤتمر صحفي سيعقد غدا على الساعة 11. تخوف رهيب من الأنغوليين، حتى في الشارع يقولون بأنهم لم يكونوا يتمنون أن يلتقوا بالمنتخب الجزائري في مباراة فاصلة وحاسمة. ولكن الإشكال الموجود هنا فريدة، هناك حوالي 10 لاعبين تعرضوا للإصابة من مختلف المنتخبات، وهو ما يطرح علامة استفهام كبيرة بخصوص الأرضية والجو والرطوبة العالية جدا هنا في أنغولا. كريم أيت عثمان كنت معنا على المباشر من لواندا، شكرا جزيلا لك.